تسامح نفسك وأسامح نفسي ونسامح أنفسنا. لابد أن نخبر الذنب والخطأ والتقصير والهشاشة، الشرط الإنساني لابد أن نخبره خبرة، لا أن نتلقاه متخارجا، كلمة في المعجم، آية في القرآن، حديثا في كتب السنن، موعظة على منبر، شيء يقال. وعلى فكرة أنا أقول لكم بالألم، بكامل الألم والله، معظم تديننا نحن المسلمين على هذا النحو، تدين تخارجي. نحن لا نخبر ما نتكلم، انتبهوا، لا نخبر معنى الخطأ، لا نخبر معنى الاستقامة، التقوى، الورع، حقا خبرة ليس كلاما، خبرة. وعند أول اختبار حقيقي نفشل، كل يفشل في مرحلة طبعا. اختبار بالمال، صاحب الملايين بالحريلة يفشل مع الألوف، ينجح عنده ملايين لكن حين يمتهن بعشرات الملايين يرسب. وصاحب الملايير لعله لا يفشل مع الملايين، لكن يفشل مع أول مليار، يفشل، هذا إغراء، انتبهوا. وصاحب الثقة العالية بنفسه، لماذا؟ لا يزال شابا غضا طريا في شرخ شبابه، وسيما قسيما طويلا جميلا مرغوبا، الانحسان الغيد، ينجح أمام الشوهاء الكهلة العجوز الشمطاء، ينجح أمام الغيداء يغيد، لكن هي أقرب أن تكون شوهاء، وجهها ليس جميلا، ينجح لكن يفشل أمام الغيداء الحسناء، أمنية كل راغب وطلبة كل طالب، يفشل. دينه هنا فشل، دين تقواه الكاذبة، تقواه المتخارجة التي تعلمها كلمات ومواعظ على المنابر، لم يعشها حقيقة، لم يخبرها، لأن التربية الدينية لدينا أيها الإخوة تربية فاسدة من يومها، تربية تقوم على الاستهلاك الكلامي. نحن لم نتعود أيها الإخوة أن نستمع، لا في الحضانات، لا في المدارس، لا في البيوت، لا في المساجد، على المنابر، أن نستمع كلاما نفكك به خبراتنا. قطعا لنا ثمة خبرات، تفكيكا نغور به إلى أبعد أحماقها لكي نتفهمها، ولكي نطالع أنفسنا في مرآة هذا التفكيك، نفهم، نرى أنفسنا حقا. تعودنا دائما أن المؤمن مرآة أخيه، أخوك يراك، أخي أعمى مثلي، أعمى يقود أعمى، لا يفهم، هو يجاملني، يكذب علي، هو يستغلني أيضا، يحولني إلى إله وإلى صنم وإلى كذا لكي يستغلني. يقول لك أخي، غير موجود هذه المرآة، مرآة منحرفة، مقعرة، محدودبة، مكسورة، مهشمة. لا لا لا، أنا أحتاج من يعلمني أن أفعل هذا بنفسي ولنفسي. هل هناك؟ لا لا، اليوم سمعت هذا، يخرج الإمام على المنبر بالجبة والعلم، ما هو إلا أن يأتي بأبيات الشعر عادي، وإذا طول معناها حافظ كبير، هذا حفيظ، وتبدأ الهمهمات، الله الله الله، هذا أمة مضروبة على رأسها، شيء غريب، تربية غريبة فاسدة تماما. اسمع شعرا أيا كان هذا الشعر، حتى في ركته، في سخافته، في رسالته، مش مهم، المهم شعر مرتب. نحن نعيش مع الأشكال، انتبهوا، ما هو الشعر، الشعر أشكال فقط، نوع من الفن الإلقائي الطقوسي، طقوس معينة لك، القافية، هكذا هو فقط. يفهم لا يفهم ما يقال كما قلت لكم، وإيش رسالة هذا الشعر مش مهم، المهم أن الكلام موزون مقفى وجميل، الله الله، وهكذا. طبعا على هذا فقس، وشوف التدين ما شاء الله لدينا كيف، تدين غريب عجيب من نوعه يا إخواني. لا بد أن نتعلم أيها الإخوة أن نخوض عالم الخبرة الروحية، الخبرة الدينية، أن ندرك هذه الأشياء كخبرة. أول شرط لإدراكها أيها الإخوة، أول شرط يتحقق بماذا؟ بالالتفات إلى التجربة، أن ألتفت، لا أهدر التجربة، إذا أهدرتها انتهى، مستحيل أن تعيشها بعد ذلك، مستحيل أن تتعلم منها، أن تستلهمها، لا، عليك ألا تهدرها، التفت إليها، التفت. الله لفتنا غير مرة، قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. انتبهوا، ما تفكروش حالكم من يوم كنتم مسلمين وصحابة وناس أتقياء، الله قال للصحابة لا، امبارح لسه أنتم كنتم مشركين،
كنتم كفارا مشركين، أنا مننت عليكم، اليوم أنتم مسلمون. انتبهوا، هؤلاء المشركون اليوم هم في حالكم التي كنتم عليها بالأمس، هم مثلكم كأنتم بالأمس، بس هذا هو. طب ما معنى هذا؟ أي معنى هذا أيها الإخوة أن تعيش الخبرة مرة ومرة ومرة.